اهلا بيكم. معكم محمد السيد، برنامج درافت. النهارده هنتكلم عن التشكيله المتوقعه للاسبوع الثاني. بص، احنا هنتكلم عن 11 لعيب، ممكن هنحط عليهم 3 زياده. دلوقتي احنا ندي سبب لكل لعيب اخترناه ليه واخترناه على اساس ايه. هل اللعيب ده في الفورم؟ هل الفريق اللي قصاده ضعيف؟ هل هيلعب قصاد نقطه ضعف الفريق اللي قدامه فيبقى سهل ان هو يجيب نقط؟ ده كل ده هنشرحه واحنا بنتكلم عن لعيب. الاسبوع الثاني هيبقى عباره عن 9 ماتشات بس. في ماتش متاجل اللي هو ماتش لوتن تاون وبيرنلي، عشان الملعب بتاع لوتن تاون لسه مش مطابق للمواصفات اللي مطلوبه من الاتحاد الانجليزي، فمش هيلعبوا الماتش دوت. فاحنا بنتكلم على الجوله هتبقى 9 ماتشات بس. هتبتدي بماتش شيفيلد يونايتد ونوتنجهام فورست، ومن هنا نبتدي نروح لاول لعيب هنتكلم عنه في التشكيله. اول واحد هنتكلم عنه في التشكيله هو الجول كيبر. انا هروح الاسبوع ده انا احط تيرنر الجون بتاع نوتنجهام فورست لكذا سبب. اول سبب فيهم ان من الحراس اللي نسبه امتلاكها عاليه، لان هو باربعه وبيلعب اساسي. اغلب الناس هيكون عندها اونانا مثلا. اونانا عنده ماتش صعب قصاد توتنهام، نسبه الكلين شيت فيه مش مضمونه، فاعتقد ان ممكن تروح لترنر. نسبه ان نوتنجهام فورست تعمل كلين شيت قصاد شيفيلد يونايتد هي 44%، اعلى ثالث نسبه الاسبوع ده بعد ليفربول وارسنال، وده حاجه كويسه. بجول كيبر نسبه امتلاكه عاليه، بس مش كل الناس تفكر ان هي تحطه اساسي. انا شايف ان حتى كمان هجوم شيفيلد يونايتد ضعيف، فده هيسهل لنا ان انت ممكن مع اختيار زي تيرنر يكون الكلين شيت مضمون. دلوقتي نبتدي ننزل لخط الدفاع. انا عند رايي ان احنا هنكمل نلعب ب3 في خط الدفاع. ليه؟ لان حتى في الاسبوع الاول كانت الفرقه اللي عملت كلين شيت قليله، يعني مش كل الفرق عملت كلين شيت، وحتى الفرقه اللي عملت كلين شيت كان بصعوبه زي اليونايتد لما عملت كلين شيت قصاد وولفز. بصراحه لولا اونانا وتالقه كان هيبقى صعب ان اليونايتد يطلع بكلين شيت الماتش ده. وكريستال بالاس قصاد شيفيلد، يعني اعتقد 3 أو 4 فرق هم اللي قدروا يعملوا كلين شيت الاسبوع اللي فات. فدلوقتي هنحط 3 في خط الدفاع. اول واحد هنحطه في خط الدفاع هو جابرييل. هتقول لي جابرييل ليه؟ جابرييل ما لعبش الماتش اللي فات، من الناس ابتدت تبيعه. ارتيتا ممكن ما يكونش واثق فيه، طلعه من حساباته. تعال اقول لك ليه. مبدئيا جابرييل راجل، يعني ان يبقى موجود مع ارتيتا اكتر من 70 ماتش السيزون اللي فات واللي قبله، فهي نسبه كبيره جدا وعدد كبير قوي من الماتشات. مش معنى ان هو استغنى عنه في ماتش نوتنجهام، كان ماتش ليه ظروف. نوتنجهام فرقه عارف هتلعب مع الارسنال في ملعبها، هتدافع، هتقف ورا، هتبقى متردده جدا ان هي تهاجم، فهتحتاج اكبر عدد من اللعيبه اللي تزيد معاك. دلوقتي الموضوع اختلف. اولا تمبر اتصاب رباط صليبي، الراجل هيقعد فتره كبيره قوي ما يلعبش. فنيجي هنا ان جابرييل خلاص اعتقد ان هو هيلعب اساسي. برضه هو ما عندوش ثقه في تيرني او تومياسو ان هو يخليهم يلعبوا اساسيين، فيرجع للبيزك بتاعه ان صليبا وجابرييل ووايت. ممكن الناحيه الثانيه يشوف هيعمل ايه، ممكن يبتدي بنفس التركيبه بتاعت الماتش اللي فات ان هم 3 يبقى في فلكسبيليتي في الفرقه. نسبه ان ارسنال تعمل كلين شيت الاسبوع ده هي اعلى تاني نسبه 48%. اعتقد ان هي نسبه كويسه. هتلاعب كريستال بالاس قصاد شيفيلد، عملت نسبه فرص كبيره بس ما قدرتش تترجم الفرص دي لاهداف غير هدف واحد بس اللي هو بتاع ادوارد. فاعتقد ان كلين شيت الارسنال بنسبه كبيره ممكن يكون مضمون. ثالث واحد هنتكلم عنه هو شيلويل. انا اعتقد بصراحه شيلويل من احسن الناس اللي ادت في اول اسبوع، راجل اداؤه مبهر.
دلوقتي هنحط الهيت ماب بتاعت شيلويل. الهيت ماب بتاعت شيلويل بتاكد لنا ان الراجل تحركاته كلها في الخط اللي قدام، بيهاجم مش بيدافع. يعني انت مش بتتكلم على التحركات باك شمال، لا الراجل هاف شمال، كان بيشارك في الهجمه بشكل كبير. اعتقد ما بيرجعش يدافع. هيبان قصاد ويست هام هل هو كان بيلجأ للموضوع ده علشان يعني بيلعبوا ليفربول وارنولد وهو الثغره الدفاعيه في الليفر، فكان محتاج يدوس على المكان ده شويه. بس حتى لو ده اللي حصل، لا فشيلويل نسبته كويسه ان هو يعمل كلين شيت قصاد ويست هام، اللي هي قصاد بورنموث كانت باين قوي ان هي ضعيفه هجوميا، لعب على التحولات والهجمات المرتده، بس كانت نسبه تحويزهم ضعيفه جدا، والفريق كان هجوميا مش قوي حتى في وجود بوين. فانا شايف ان شيلويل مع نسبه الامتلاك العاليه اللي الناس راحت تجيبه، يعني شايف ناس كتير اشترت شيلويل، وشايفه ان هو يبقى استثمار كويس للماتشات اللي جايه، لان ماتشات تشيلسي بعد الجوله الثانيه تبتدي تبقى اسهل. هنتكلم على 3 لعيبه في الدفاع، وهو ستوبينيان. بصراحه ستوبينيان من اللعيبه اللي انا بحبها، بشوف ان هو انفولفد بشكل كبير قوي في هجمات برايتون. برايتون هجماته كلها من ناحيه الشمال، 50% من خطوره الفرقه من على الجنب دوت اللي هو الجنب بتاع ستوبينيان وميتوما. بصراحه انا شايف ماتشهم هيبقى كويس جدا قصاد وولفز. هيلعب برضه على ثغره دفاعيه كبيره في وولفز، وهي نيلسون ساميدو. الراجل ده دفاعيا واقع، يعني كلنا عارفينه من ايام برشلونه. فانا شايف ان ستوبينيان هيبقى اختيار كويس الجوله دي مع نسبه امتلاكه العاليه، وان هو عند ناس كتير. حتى لما تشوف الهيت ماب بتاعت ستوبينيان هتعرف ان هو بيتقدم كتير، بيلعب قدام كتير. شايف ان هو اختيار مهم جدا ولازم يبقى موجود عندك. كده احنا اتكلمنا عن ال3 بتوع خط الدفاع. بعد ما نخلص التشكيله هنتكلم على اوبشن تاني ممكن يكون مفيد بس بدرجه اقل من ال3 دول. طيب دلوقتي هنخش على نص الملعب، واول واحد هنتكلم عنه هو راشفورد. راشفورد اول اسبوع خيب املنا بشكل كبير في ماتش وولفز، ما كانش اللي احنا متوقعينه. مش عارف تفكر في ايه. انا عن نفسي فكرت ان راشفورد لازم يبقى موجود. لو اليونايتد عملت اي حاجه يبقى راشفورد دي دور كبير قوي فيها. هتلاعب توتنهام ضعيفه دفاعيا، بانت قدام برينتفورد بشكل مهلهل شويه في الدفاع. الهجوم كان قوي بس الدفاع كان صعب، التحولات الهجوميه عليهم هتبقى صعبه. ده اللي هيساعد اليونايتد وطريقه لعب تين هاج، ان راشفورد مع سرعته مع الكور اللي برونو بيديها في خلف في ظهر الدفاع، ده هيساعد راشفورد بشكل كبير قوي ان هو ممكن يكون يجيب جوان ويتالق. ماتش صعب بس، وراشفورد الماتش اللي فات زعلنا وما كانش على الاكسبكتيشنز اللي كنا متوقعينها منه، بس انا شايف ان ماتش زي ده راشفورد مهم جدا يبقى عندك. هنروح لتاني اوبشن في نص الملعب وهو ساكا. الراجل عمل جاب جون الاسبوع اللي فات. انا شايف ان ساكا برده بنسبه امتلاكه العاليه ووجوده عند ناس كتير لازم يبقى موجود عندك. يكون نبتدي بيه الاسبوع ده. هيلعب قصاد فرقه زي كريستال بالاس، من الفرق اللي بتبقى رخمه على ملعبها، بس مهم جدا ان هو يبقى موجود. انا شايف ان ساكا برده من اعلى نسبه الاكسبكتد جولز في الدوري من الماتش اللي فات، وهو مصدر خطوره الارسنال. بصراحه انا شايف ساكا او مارتينيلي، ساكا اكتر لان اصلا كمان معاه ضربات الجزاء. فانا شايف ان انت تروح لساكا. هنروح لثالث اوبشن في نص الملعب وهو موبويمو هيلعب قصاد فولهام. تيجي بقى نتكلم شويه في الموضوع ده. فولهام الماتش اللي فات بصراحه رغم ان التالق ليهم كبير، بس دفاع الفرقه كان ضعيف جدا جدا جدا. ان هم قصاد ايفرتون يتعمل عليهم كم الهجمات دي. ايفرتون اصلا اللي كان بيعاني قبل كده من الخطوره الهجوميه ومن الفعاليه الهجوميه ومن صناعه الهجمات. فانا شايف ان قصاد برينتفورد بالدفاع ده هيبقى صعب جدا ان هو يوصل للجون. لا صعب جدا انا شايف ان هو قصاد برينتفورد بالاداء ده هيبقى سهل جدا لموبيمو ان هو يوصل للجون، يعمل هجمات، يهدد مرمى فولهام بسهوله. لينو مش هيشيل الفرقه على طول، اعتقد ان هيبقى فيه فرصه تهديف كبيره قوي لموبيمو. شايف ان الراجل ده انت ممكن تجيبه الاسبوع دوت مش موجود عندك، وشايف ان ممكن جدا تسيبه تصبر عليه لو هو موجود.
شايفه اوبشن كويس جدا بصراحه. اتكلم دلوقتي على رابع اوبشن في نص الملعب. انا شايفه بصراحه بالنسبه لي اهم اوبشن الاسبوع ده. الراجل الاسبوع اللي فات خيب ظننا، عمل اسيست، محمد صلاح. انا مش عارف طبيعه المشكله دلوقتي ما بين صلاح وكلوب، والموضوع بينهم ابتدى لفين ووصل لحد فين. بس انا عارف ان صلاح من نوع اللعيبه اللي هي لما بتتبدل على طول بتبقى مش راضيه عن نفسها، يعني ما بيبقاش مبسوط، بيبقى عايز يفضل في الملعب 90 دقيقه. كان عنده ريكورد عايز يكسره ويكمل فيه، ما حصلش نصيب. فانا شايف ان الاسبوع ده صلاح في الانفيلد قدام بورنموث لازم يبقى موجود عندك. ليفربول فرقه يعني اعتقد ان هي هترد بشكل كبير في الملعب الماتش ده، وصلاح بالذات. انا عن نفسي صلاح عندي في التشكيله، ممكن اروح له في الكابتنه كمان، وهنتكلم عن اوبشنات الكابتنه بعد كده. انا شايف ان صلاح لازم يبقى موجود. من اعلى نسبه تسجيل الاهداف حسب الاي اي الاسبوع اللي جاي صلاح. انا عن نفسي شايف ان صلاح اوبشن قوي جدا الاسبوع ده. ممكن تفكر في الليفر في اوبشنز تانية هنتكلم عنها بعدين بدرجه اقل من صلاح بشويه، بس يظل صلاح هو الرجل الاخطر في هجوم ليفربول.